جاني واحد من الشباب تكفى يا ابو عبد الملك السم، قال شايف الرؤيا متعجبا منها. خير ان شاء الله. قال يا اخي اشوف نفسي اني اصلي وقدامي مرايه، وكني اشوف نفسي في المرايه، اشوف جسمي لكن ما هنا راس، ما في راس. سبحان الله العظيم. قلت له وانا اخوك بسالك سؤال. قال سم. قلت له انت منك جيت تصلي ما تركز في صلاتك ولا تخشع في صلاتك ولا تدري وش تقول ولا الامام وش قال. قال والله انك جبتها. قلت بس يا اخواني، الرؤيا هذه ما تتكلم عن حالة بس، عن حال كثير منا، الله يعفو عنا. عدم الخشوع في الصلاة. طيب كيف أخشع لله في الصلاة؟ قال القائل اخشع لله خارج الصلاة تخشى في الصلاة، ترزق لذة الخشوع، يعني تحفظ جوارحك عن الحرام. ها؟ وإن وقعت الحرام تتوب وتستغفر، وإن وقعنا نتوب ونستغفر لكل بني آدم خطاء، لكن لا نرى أن الذنب عادي